مهما ستموني، مهما الناس لموني. اسماء من خيال المؤلف العبقري محمود ابو زيد. طبعا كلنا عارفين افلام محمود ابو زيد زي العار والبيضة والحجر والكيف، كانت مراية للمجتمع. بس انا النهارده مش جاي اتكلم عن الافلام، انا جاي اتكلم على قدرته في استخدام اللهجة المصرية الدارجة في اختيار الاسماء اللي في الافلام. عندك مثلا في فيلم العار طلبة وابو دقشوم والدفاس ورؤى والواد سحوسه ابن خالة رؤى، المعلم مصبوص العيد، المعلم هوبري، هتوف، علاولة وبندائي، المعلم قتوت وفسواني. في فيلم البيضة والحجر مستطاع الطعزي، توالي التنيح، سباخ التيبي، سباطة وكؤود، طاروطة وام طاروطة واللهفوري. اما فيلم الكيف بقى في سليم البهز وعبده القرف والواد زلو الصبي بتاع البهز وبوتي اللي خلع له ضوافره، وفي سيد تعيز ودوسة وكامخ والمزاجنج، في عين الشقلوط، ستموني ومحروس الننة، وفي بيسي النكش وابو رنة وابو زهير والطرشنة والسيد عرفان وبنق وسخسوخ ابن الكئيبة. طبعا في فيلم الذل بقى في عزيز درموم خزبك، وفيه دينام هنداوي، طيفور وتعاطي وحجيج احجاب حجي وانكش عليش التريس، وفي سامح سفنتس، الرخ شقاق القمر، يعبير الناعس وشاكر شرشر. جري الوحوش بقى في ابو الدهب وعبد القوي جديد ونواشة مرات عبد القوي والدكتور نبيه وعبد الحكيم. بذمتك في لهجة في العالم تقدر تطلع منها الاسماء دي؟